هلوس بالموس حبايبي الجوز. خدي بقى الفزوره دي وورينا هتحليها ازاي. واحد نصاب اسمه جعفر دخل محل كتب في السعوديه واشترى كتاب صغير من صاحب المحل، وكان ثمن الكتاب ده 10 ريال بس. فجعفر ادى لصاحب المحل 100 ريال مزوره عشان ياخد منها ال10. فصاحب المحل ما كانش معاه فك، فراح واخد ال100 المزوره دي وراح لصاحب مطعم جنبه عشان يفكها منه. بعد ما فكها رجع تاني ادى لجعفر الكتاب وباقي ال100 اللي هم ال90 يعني، لانه ما يعرفش انها مزوره. فالنصاب جعفر خد الكتاب وخد الباقي وخلع. بعد شويه جه صاحب المطعم وقال لصاحب المحل انت نصاب، انت اديتني 100 مزوره. راح صاحب محل الكتب بدلها له 100 حقيقيه. فالسؤال هنا بقى، صاحب محل الكتب كده خسر كام ريال؟ اجابه الفزوره هي 100 جنيه. هقول الفزوره بتاعتي. الفزوره بتقول كلمه او هي كلمه، ايوه الكلمه دي معناها واحد لكل الدول. يعني لو رحت الصين وقلتها تبقى نفس معناها في مصر، لو رحت السعوديه وقلتها تبقى نفس معناها في الكويت، لو رحت فينيقيا ايام عصر الجاهليه وقلتها هتلاقيها هي نفس المعنى. ترى ايه هي الكلمه دي؟ استنيه ردك. ساعة اللمة دي ساعة